ملخص اخبار النهارده 23/12/2025. جايب لك ملخص اخبار الاهلي والزمالك وبعض الاخبار الاخرى. طبعا قبل اي حاجه يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضغط لايك ومتابعه. اللايك والمتابعه هيفيدوني جدا، فما تبخلش عليا بالاتنين. بالنسبه لاخبار النهارده تابع معايا. الاهلي يتلقى الهزيمه الثانيه امام غزل المحله في كاس عاصمه مصر بهدفين مقابل هدف. موقف المصابين في الاهلي: طاهر يتعافى من الم الركبه، واحمد عبد القادر يخوض المرحله الاخيره من التاهيل بسبب العضله الخلفيه، وكريم فؤاد يواصل التاهيل بعد الاصابه في الركبه. وفقا للإعلامي خالد الغندور، حامد حمدان إلى الأهلي بنسبة 99% بناء على رغبة اللاعب. وفقا لموقع بصراحة، رسميا الأهلي يقدم عرضه الثاني للتعاقد مع حامد حمدان لاعب بتروجيت بدون الدخول في صفقات تبادلية بين الناديين. حسب مصدر موقع كورة، كثفت إدارة الكرة بالنادي الأهلي مفاوضاتها مع الكونغولي أفيميكو بولولو مهاجم بياو ستوك البولندي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. مصدر بالأهلي اللي في الجول: ترب أبلغ الأهلي بعدم ممانعته في رحيل جراديشار، ولكن بشرط ضم مهاجم أفضل في نفس فترة الانتقالات. اللاعب أبدأ موافقة مبدئية على الرحيل في يناير على سبيل الإعارة، بشرط الحصول على نفس راتبه مع النادي الجديد أو رحيله بشكل نهائي حال تلقي عرضا مناسبا. مصدر بالأهلي اللي في الجول: محمد مجدي قفشة استقر على الرحيل في يناير ويدرس العروض المقدمة. تقارير: طارق حامد يجدد طلبه بالعودة إلى الزمالك في يناير والانضمام إلى الفريق بدون الحصول على أي مقابل مادي. وفقا لموقع اليوم السابع، بارون أوشينج لاعب الزمالك أول الراحلين عن القلعة البيضاء في يناير المقبل. وفقا للإعلامي خالد الغندور، اجتماع في الزمالك لحل أزمة القيد بتدخل رجال الأعمال لعدم القدرة على الحصول على قرض جديد. تقارير: وسيط تواصل مع ناصر ماهر بشأن رغبة بيراميدز في ضمه، لكن لا توجد أي مفاوضات رسمية حتى الآن. الزمالك يدرس التراجع عن بيع ناصر منسي في يناير واستمراره مع الفريق. محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أكد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمدي أظهرت إصابته بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض. وأيضا أظهرت الفحوصات الخاصة بمصطفى محمد إن إصابته بكدمة في الكاحل، وسيتم تجهيز الثنائي لمباراة جنوب إفريقيا. بس كده عزيزي المشاهد، دي أخبار